فالعدد وارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في حديث صفية عليها السلام زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تركها تذكر في البداية، وكانت تعد بالحصى بما يشبه مفهوم السبحة التي نعد بها الآن. تعد بالحصى، فخرج النبي مبكرا، وكانت السيدة صفية عليها السلام تذكر، وعاد فقال: أما زلت تذكرين بعد مدة؟ قالت: نعم. فقال: ألا أدلك على كلمة لو قلتيها لا كان كمثل ما ذكرت؟ يعني هي مثلا بتقول سبحان الله، فقالت: نعم. قل لي الكلمة دي اللي هتساوي كلمة واحدة تساوي 4000. إذن فهناك أذكار تفضل أذكارا، وصلوات تفضل صلوات، وهناك ثواب على المعاني إذا ما تدبرها الإنسان. فقال لها: قولي سبحان الله زنة عرشه. العرش هذا شيء مخلوق يعني كبير جدا، يعني زنة العرش دي يعني شيء، ده لو قالت هكذا فقط تكون بقدر تسبيح الخلائق إلى يوم الدين. سبحان الله زنة عرشه ورضا نفسه وعدد كلماته. عدد كلماته يعني لا حصر لعدد كلماته سبحانه وتعالى. إذن فهذا المعنى الذي يكون في الذكر يؤثر في ثواب الذكر، وهذا هو الذي جعل أئمة الطريق إلى الله سبحانه وتعالى يتكلمون أن هذه الصلاة تعدل كذا وتعدل كذا، إما من إشراقات رأوها بواردات أو رؤى أو كشف، وإما بتدبر المعاني والمقارنات. لقد بذلوا جهدا كبيرا في رسم طريقنا إلى الله من الكتاب والسنة ومن التجربة الكونية. كل الذي ينكر شيئا لا يعرفه، ولا يعرف ما حوله، ولا يعرف من أين أتى، ولا يعرف ماذا سينتج عنه لا في الدنيا ولا في الآخرة. كل الذي ينكر بتفاهة وسطحية وليس بعمق العلم والمعرفة. هذا الأساس في الطريق إلى الله أيضا أضافوا له مجموعة من الأدعية والأذكار النبوية الشريفة التي وردت في السنة المشرفة. والذي جمع هذا كان الشيخ أحمد زروق المدفون بمصراتة في البلاد الليبية، وسميت بالوظيفة الزروقية، فأضافوها صباحا ومساء مع الأساس. بعد ذلك أضافوا ما يسمى بالمسبعات، وهي قد ذكرها الإمام الغزالي أيضا في الصباح وفي المساء بشروطها. نتكلم في حلقة أخرى إن شاء الله